تبغى تغير حياتك للأفضل بقوانين الله؟ تبغى تعيش نعيم الدنيا والآخرة؟ أنا ما أجيب لك شيء من عندي، أنا أثبت لك بكلام الله. أولا لابد تؤمن أن التغيير ممكن ومتاح، وأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا تمام النعمة، ولكن رب العالمين وضع لنا قوانين وهي اختبارنا في الحياة. لذلك رب العالمين يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري يعني قوانيني اللي وضعتها لك. لذلك رب العالمين يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذلك أول نقطة لابد تفهمها، أن التغيير يبدأ من نفسك، بالإيمان أن التغيير ممكن وأن الله يريد لك الخير. إذا ما آمنت بهذا الشيء أنا أقول لك أنت ما قدرت تفتح الباب. آمنت، اطمأنيت، وثقت في ربك، باقي عليك أنك تعقد العزم في قلبك. العزم اللي هو النية الصادقة، لأن الله لو علم صدق نيتك أعانك وسخر لك، ووجدت أن الحياة تعيد تشكيل نفسها لك لأنها مسخرة لك. لكن أنت ما تشعر بهذا التسخير ولا تشعر بهذا التكريم بسبب تراكمات السنين، ذنوب، سيئات أعمال، بعد عن الله، وعي جمعي، أفكار، قناعات، شعور فوق شعور فوق شعور، سوالنا تشويش، سوالنا طبقات من الظلام والضبابية اللي ما خلتنا نشوف الحياة بجمالها، بالعلاقة الطيبة وحسن الظن والثقة بالله. العزم اللي هو النية، اللي يقول الله سبحانه وتعالى عن أبونا آدم أنه ما وجد له عزم حينما أمره أنه لا يأكل من الشجرة. بنص الآية الله يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقول الله أني ما وجدت عند آدم عزم أنه ما يأكل من الشجرة عشان أعينه. فلا بد يكون عندك عزم أنت مبني على الثقة واليقين والتصديق أنه ممكن وليش لا، وربي وضع قانون. إذا عزمت، هذه آية، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا أولا، عقدت العزم اللي هو النية بثقة وبيقين، بابتسامة. بتواجهك صعوبات، عقبات في الطريق، لكن راح تتجاوزها. تتجاوزها كيف؟ بالصبر الجميل، صبر الواثق بالفرج. تحط لك أهداف كبيرة ثم تلتفت إلى ماذا يريد الله منك. طبق قوانينه. من أهم القوانين للتغيير التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى، أغلب التقوى في التعامل مع الآخرين. الآخرين كل ما خلق الله غيرك، البشر، الحيوانات، الطبيعة، الأشجار، البحار، السماء، الأرض، كل شيء. حتى في رمي النفاية أنت متقي لله. موضوع التقوى كبير، ممكن تبحث عنه عشان ما أطول عليك. نرجع للخطوة الثانية: لابد تؤمن أن هناك تدرج لأي هدف كان في الحياة. التدرج هو وقت معين، يعني أنت عقدت النية، اصبر عليها، لأنك زرعت بذرة. البذرة تأخذ وقت حتى أن تنمو، تصبح شجرة، ثم تثمر، ثم تأكل منها. والتدرج هذا موجود في كل شيء في حياتنا. احنا في بطون أمهاتنا تدرجنا، في تعليم الأكل والشرب والدراسة تدرجنا، في الحياة، في كل شيء. فاصبر الصبر الجميل، صبر الواثق بالنتيجة، النتيجة اللي هي وعد الله. فأثناء الرحلة أنت تكون مطمئن. صحيح بيمر عليك بعض المعاناة، بعض الضغط، أضف إلى ذلك الشيطان. لازم تؤمن أن هناك عدو ذكرها الله لك، وسيكون من ضمن التحديات اللي تواجهك أثناء الرحلة. إنما الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا. أي شعور سلبي تلقى فيه خلفه فكرة سلبية. الفكرة السلبية جتك من الشيطان، أنت آمنت بها، تحتاج تغيرها. وهذه من الأشياء اللي احنا نقول غيرها في النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس تحتاج تزكية، طبيعي أنه يحصل منه الضعف والهوان. وترى المشاكل في الحياة لها يعني إيجابية، أنها ترجعك لله وتعلمك وش أخطائك عشان ما تقع في خطأ مرة ثانية، وعشان تتطور، وعشان تنصقل، عشان إذا رزقك الله بعدين تكون قوي ومتحمل ومستعد. لأن الله ما يأخرك إلا لأجل يكرمك بعطاء، بشيء كبير. فهمت هذه التحديات؟ فهمت هذه المسؤولية اللي عليك أنك تدفعها؟ تبغى تغير؟ اعمل هذا الشيء بحب. ثم لابد يكون عندك نية قبل هذا كله
اللي هو رضا الله والسعي للجنة. خذ هذه الآية عشان تعمل لك توازن. الله سبحانه وتعالى يقول: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني وجودك في الحياة أنت تنتظر الدار الآخرة، لأن الحياة ما راح تأخذ منها شيء. فلما يكون هذا توجهك وهذا منهجيتك تبدأ رغباتك في الدنيا تخف. إذا خفت رغبتك في الدنيا تأتيك راغمة. هذا قانون. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة لأنها هي دار القرار، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هنا أنت سويت توازن، أرضيت الله، آمنت بالدار الآخرة، أمورك طيبة. بتواجهك تحديات، بتواجهك ضعف، طبيعي. أبغاك تغير حياتك مثلا 70-80% من حياتك مشاكل ولخبطة وهموم وغموم، لا، أنت حول الآية. المشاكل موجودة وبتلازمنا في الحياة، بس اجعل لها زاوية بسيطة 20%، و80% من حياتك يكون نعيم. هذا هو المفروض. أضف إلى ذلك أنك راح تختبر في إيمانك. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بتقول أنا مؤمن، أنا متقي، بتختبرك الحياة، تضغط عليك. ولكن أثبت لله محبتك وثقتك وإيمانك به. تذكر أسماء الله الحسنى. أعطيك أدوات مساعدة. القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يهدي ويشفي. القرآن لكن لمن؟ للذين آمنوا. آمن فيه. بعضهم يقول أنا ما أقدر، كيف أؤمن؟ الإيمان بذرة، ابحث لها داخلك، أقبل على الله. في البدايات بتحس بصعوبة، الشيطان يبدأ يحاربك، يبدأ يضغط عليك، بتحس بلخبطة. استمر، استمر، لا تيأس، لا تقنط. مرة بتحزن، مرة بتفرح، مرة بتتفائل، مرة بتهزم، مرة بتتكسل، مرة. أرجوك استمر. أنت في رحلة التغيير، أنت تخرج ولادة جديدة. أثبت لله حبك، تحدث مع الله، استعن بالصلاة والصبر. الصبر اللي هو الصبر الجميل، ما هو الصبر انك تقعد تعاني وساكت الصبر انك شغال على نفسك وعارف انه في نتيجة وان وعد الله حق. شيل كل الافكار اللي تقنعك بعكس ذلك، كلها يا من الشيطان يا فهم خطأ للدين وللآيات. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ايش تبغى اكثر من كذا دليل؟ يجيك واحد يقول لك الحياة والحياة، لا ينكد عليك، لا يبعدك من الله. ستجد هذا الشيء في نفسك، هدوء، سكينة، طمأنينة. القرآن يهدي ويشفي، الصلاة، الدعاء، التقرب إلى الله. وبعدين تقبل أنه فيه نقص في الحياة، بتمر بك ظروف صعبة، بتمر بك، تجاوزها بهدوء. هذه أهم الأمور اللي ممكن تساعدك في موضوع التغيير. والقبول والرضا، انك متقبل الوضع اللي انا فيه وراضي، حتى لو كنت في معاناه وفي الم. ترى اللي يعانون ومتالمين وعندهم ازمات كبيره في حياتهم هم اكثر ناس مهيئين للتغيير، لان الله بس ينتظر منهم الايمان والثقه عشان يعوضهم ويعطيهم. واني انا راضي يا رب، ما اقاوم، ما اسخط. ايوه انا صار لي مشاكل وتعب ومعاناه ومصائب، ولكني واثق انك راح تعوضني، مثل ما عوضت الانبياء اللي عانوا في بدايه حياتهم، بعدين كان العوض كبير. أختم معك بآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الخروج بيكون تدريجي. الظلمات اللي أنت فيها، ظلمات الفكر، الذنوب، السيئات، الخوف، التوتر، القلق. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الله يتولاك إذا آمنت بلطفه، بكرمه، بفضله، بأسمائه الحسنى، بأنه يحبك ويريدك الخير. شل طبقات الظلام، تدرج في النور، وابعد من الأفكار السلبية والتشاؤم. هذه لا تليق بك، أنت لا تليق بك لأنك خلق الله المكرم، لأن الله يريد لك أفضل حال. تذكر عدوك الشيطان. يومك سعيد، في أمان الله.